تنتوجه على مستوى مشروع الطريق المداري الشرقي الشمالي. هذا المشروع تيدخل في اطار برنامج التنميه الحضريه لمدينه اكادير. هذا المشروع اللي توقع امام انظار صاحب الجلاله بشهر فبراير 2020. هذا مشروع عنده بعد تنموي مجالي اقتصادي اجتماعي، بحيث انه تيربط مجموعه ديال المناطق عندها اهميه كبيره بالنسبه للمنطقه. هناك ربط ديال مناطق فلاحيه، مناطق صناعيه، بالميناء ديال مدينه اكادير، بمطار مدينه اكادير المسيره، كذلك بمدينه اكادير. الشركاء ديال هذا المشروع هم وزاره الداخليه، وزاره التجهيز، وزاره الصناعه والتجاره، جهه سوسماسه، والمجلس الجماعي لمدينه اكادير. هذا المشروع غادي يمكن المقطع ديالو الخاص بمدينه اكادير انه يربط المدينه بهذا الطريق المداري على مستوى 4 ديال المداخل. المدخل الاول تيربط الطريق المداري بالمحور الشرق غرب، المدخل الثاني بالطريق الحضري السريع، المدخل الثالث بالمنشاه الرياضيه اللي هي ملعب ادرار، والمدخل الاخير والرابع لمدرة اداريز. هذا المشروع هذا غادي يمكن تخفيف الضغط على مستوى الطريق الحضري السريع، خصوصا بما يخص الشاحنات او العربات الكبرى. هذا المشروع غادي يساهم ايضا في تحسين الانسيابيه والحركيه والجولان داخل مدينه اكادير. ومن المرتقب في القريب العاجل ان شاء الله تتم تهيئه هذه الطريق المداريه بالاناره العموميه، حتى يتسنى لمستخدمين الطريق على مستوى الاوقات المتاخره من الليل استعمالها في ظروف امنه.